هنكمل الاختبار التاني يا شباب، محتاج تكمل تركيزك معايا. قال لي الاختبار التاني او النموذج التاني، السؤال الاول الف اختر. قال لي اذا اثرت قوة محصلة مقدارها 20، يبقى انا عندي كده ان الاف القوة بتساوي 20 نيوتن على جسم كتلته 5 كيلو جرام، يبقى ام الكتلة ب 5 كيلو جرام. احسب العجلة. قال لي ان ايه بتساوي اف على ام، هقسم 20 على الخمسة بتاعت الكتلة. قال لي الناتج بتاعها هيكون 4. اوعى تنسى ان العجلة وحدة قياسها متر لكل ثانية تربيع. تحتوي الخلية الجسدية للإنسان على، الخلايا الجسدية فيها عدد الكروموسومات الكامل يبقى 46 كروموسوم. بس محتاج انبهك من حاجة، لو لقيت بعض النقط هنا كلمة زوج، فانت هتغير كلامك شوية، مش هيبقى 46 كروموسوم بقى، وهيبقى 23 زوج من الكروموسومات لو لقيت كلمة زوج بس. سؤال ألف ب، السؤال الأول الجزء ألف، قال لي علل ترفع دورة التبريد في الثلاجة درجة حرارة الوسط المحيط. قال لي عشان أول حاجة إن بيحصل في دورة التبريد امتصاص الحرارة من الثلاجة. بعدين قال لي تاني حاجة بترتفع درجة حرارتها، وبعد كده تعدي في الأنابيب خلف الثلاجة ويتم طرد الحرارة خارج الثلاجة. أنا محتاج تشرح له القصة دي. قال لي ترفع دورة التبريد في الثلاجة درجة حرارة الوسط المحيط. قال لي لأنها تمتص الحرارة من داخل الثلاجة ثم تقوم بطردها إلى الوسط المحيط. قال لي تزداد صعوبة إيقاف جسم متحرك كلما زادت الكتلة. ليه صعب عليا إن أنا أوقف الجسم ده كلما زادت كتلته؟ قال له أنه كلما زادت الكتلة زاد القصور الذاتي. كلما زادت الكتلة زاد القصور الذاتي، فيزداد مسافة وزمن التوقف. قال لي رقم 3 فعلل. قال لي يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا التناسلية اللي هي المناسل. قال لي حتى يتم إنتاج الأمشاج وتكون مختلفة وراثيا أو مختلفة في صفاتها الوراثية، حتى تقوم بتكوين الأمشاج وتكون مختلفة في صفاتها الوراثية. رقم 4 والأخير، يتكون نسيم البحر أثناء النهار. أنا عايزك أشرح لك القصة دي بالراحة وأنت تجاوب. قال لي عشان أدي الجزء بتاع البحر وأدي الجزء بتاع اليابس الأرض اللي بره. قال لي لأن اليابس بالنهار تكون درجة حرارته مرتفعة، والهواء الساخن يرتفع لأعلى ويحل محله هواء من جهة البحر، عشان الهواء اللي عند اليابس مرتفع درجة الحرارة. قال لي وبالتالي يرتفع لأعلى لأنه أقل كثافة ويحل محله هواء من جهة البحر. السؤال الثاني قال لي أكمل. يحدث تفاعل ايه عند امرار تيار من غاز الهيدروجين على اكسيد النحاس؟ قال لي يحدث تفاعل اكسده واختزال. قال لي يدهن كشك الارصاد الجويه باللون الابيض العكس اشعه الشمس. اشعه الشمس. سؤال ب، ماذا يحدث اذا استخدمت كوبا عاديا بدلا من كوب البولي استرين؟ يتم تسريب الحراره الى الوسط المحيط. ليه؟ لأن البوليسترين ده يعمل كعازل حراري.
قال لي نكمل معايا. زادت القوة المحصلة المؤثرة على جسم مع ثبات كتلته. قال لي ايه اللي هيحصل لو القوة زادت مع ثبات الكتلة؟ قال لي القوة والعجلة بينهم علاقة طردية، فلما تزيد القوة قال لي تزداد العجلة. اعتمد النبات على التلقيح الذاتي فقط. لو النبات ده اعتمد على التلقيح الذاتي، قال لم يحدث التلقيح. التلقيح الذاتي ده بيحصل ان النبات هو اللي بيلقح نفسه، تخرج حبوب اللقاح من الميسم وتنزل من المتج وتنزل على الميسم بتاع نفس الزهرة. طب افرض ان انا عندي مشكلة ان الزهرة دي وحيدة الجنس، قال لي كده هي مش تعمل عملية تلقيح ولا عملية اخصاب، يبقى لم يحدث عملية تلقيح للأزهار وحيدة الجنس. السؤال الثالث، اكتب المصطلح العلمي. المعدل الزمني للتغير في السرعة هي العجلة ايه؟ عضو التذكير في الزهرة اللي هو الطلع. السؤال اللي بعده، قارن بين الكمادات الفورية الباردة والكمادات الساخنة. قال لي الكمادات الباردة ده ايه؟ بستخدم فيها مادة ايه والساخنة؟ الأول هبدأ بالساخنة. قال لي بستخدم فيها كبريتات المغنيسيوم MgSO4. أما الكمادات الباردة ده ايه؟ بستخدم فيها NH4OH هيدروكسيد الأمونيوم. قال لي الكمادات الساخنة تستخدم في تخفيف آلام العضلات، أما الباردة في حدة التورم. قانون نيوتن الأول وقانون نيوتن الثالث، عرف الاثنين. قال لي قانون نيوتن الأول أن الجسم يحاول الاحتفاظ بحالته من السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. أما قانون نيوتن الثاني، إذا أثرت قوة F على جسم له كتلة M فتزداد عجلته أو تزداد سرعته ويكتسب عجلة A. قارن بين التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي. عرف الاثنين. قال لي التلقيح الذاتي قال لي هو خروج أو انتقال حبوب اللقاح من منتج زهرة إلى ميسم نفس الزهرة أو زهرة أخرى على نفس النبات. أما التلقيح الخلطي هو انتقال حبوب اللقاح من منتج زهرة إلى ميسم زهرة أخرى على نبات آخر، بس لازم يكون من نفس النوع. قال لي والأخير الرطوبة الفعلية والرطوبة النسبية. أنا محتاج تقارن بينهم من حيث التعريف. قال لي الرطوبة الفعلية قال لي كتلة على حجم. قال لي الكتلة اقسمها على الحجم. أما الرطوبة النسبية فأنا هقسم الرطوبة الفعلية على السعة القصوى واضربها في 100%. السؤال الرابع والأخير، تحتوي الأمشاج على العدد الكامل من الكروموسومات؟ قال لي لا، مش الأمشاج، أنا ممكن أكتب الخلايا الجسدية أو المناسل اللي هي الخلايا التناسلية، الاتنين فيهم المادة الوراثية كاملة، أما الأمشاج نص المادة الوراثية. تتميز الأزهار الملقحة بإيه؟ بأن حبوب لقاحها خفيفة وجافة. قال لي الريح. سؤال باء، ما أهمية كل من دراسة حرارة الذوبان للمواد المختلفة؟ قال لي معرفة المواد الطاردة والماصة للحرارة. دراسة أنواع الروافع. قال لي معرفة الروافع الموفرة للجهد. الأزهار في النباتات هي عضو التكاثر في النبات، دي أهميتها. أما آخر سؤال معايا، التنبؤات الجوية للمزارعين بتساعدني في إيه؟
قال لي في تحديد مواعيد الري والحصاد والقضاء على الآفات الزراعية وتحسين السلالات. واخر حاجه معايا تحسين السلالات. خلصنا كده النموذج الثاني، محتاج تكمل معايا تركيز كويس قوي عشان ان شاء الله كمان النموذج الثالث هنحله، وان شاء الله هيكون بقدر كبير برضه في الامتحان.